يا أخي يذكر الله العظيم في كتابه جهنم، ذكر لنا سعيرها وحرها وزمهريرها، ذكر لنا شهيقها وزفيرها ودركاتها وسرادقها، ذكر تغيظها، جبالها، وديانها، آبارها، ذكر سلاسلها وأغلالها وقيودها، ذكر طعامها وشرابها ولباسها لأهلها. فيها 7 دركات عظيمات، ولها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم، الجحيم، لظى، الحطمة، السعير، السقر، الهاوية، وعليها ملك كريه المرآة يخشها ويوقدها وينفخ فيها. والله الذي لا إله إلا هو ما سمع أحد من الخلائق بمصيبة أعظم من مصيبة من دخل النار. أهلها يتعاوون فيها: ربنا هل إلى خروج من سبيل؟ ينادون: هل إلى خروج من سبيل؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اخرجنا يا ربنا. يجيبهم بعد آلاف السنين: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يكلم بعدها أبدا. فلما أيسوا من الخروج أتأملوا بالموت والفناء، أغلى أمانيهم أن يموتوا فيستريحوا. يا مالك ليقضي علينا ربك. فأجابهم بعد آلاف السنين: إنكم ماكثون. لا يموت ساكنها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهدى. يأتي الموت لأهلها من تحت كل شعر، لكنهم لا يجدون الموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ.